اخواتي الزملكاوية، تحليل ماتش الزمالك والبنك الاهلي ونتيجة اللقاء يتحملها المدرب واللاعيبة. الحقيقة يا جماعة ان اداء بيسيرو مفيش جديد، هو نفس الطريقة كل ماتش. الزمالك بعد ما سجل في اول اللقاء تراجع تماما طوال الشوط الاول، ما شفناش اي انتشار عددي من نادي الزمالك في الهجوم، وما شفناش اي فعالية هجومية عند نادي الزمالك. الشوط الثاني ما كانش فيه فعالية هجومية ولا نزعة هجومية عند نادي الزمالك، فطبيعي اللي انت مش بتهاجم يدخل فيك هدف التعادل، وحصل بالفعل. البنك الاهلي بيدرك هدف التعادل في الزمالك. بعد ما جه هدف التعادل المفروض كان الزمالك يغير من الطريقة ويخلي انتشار الهجوم اكتر من كده. نزلت سيف الجزيري زي ما قلنا الفيديو اللي فات، وبقيت بتلعب بمهاجمين عشان تزود الضغط وتجيب اهداف، وحصل بالفعل. قدرت تجيب هدف تاني عن طريق سيف الجزيري، لكن الزمالك ما قدرش يحافظ على الهدف لمدة دقيقة. وانا شايف يا جماعة ان كل ماتش مع بيسيرو هو اداء دفاعي بحت. في لقطة لازم اتكلم عنها لدونجا، لان احنا ذكرنا دونجا الماتش اللي فات انه اداؤه سيء جدا. اللقطة اهي دلوقتي. دونجا بيلعب كل ماتش اساسي في نادي الزمالك. دونجا بيلعب ايه في نادي الزمالك؟ دونجا بيلعب مركز 8 اللي هو بيبني الهجمة لنادي الزمالك. دلوقتي انت عندك المساحة فاضية خالص اهي، اللي انت تعمل سكان وتشوف هتمرر لمين. وتاني حاجة الطبيعي واحنا بنتفرج الف به كورة ان دونجا هيستلم الكورة سهل جدا وهينقلها لمحمود بن تايج، لكن اللي حصل ان دونجا معرفش يستلم الكورة صح، وافسد هجمة كانت مهمة لنادي الزمالك. فانت ازاي يا دونجا بتلعب اساسي كل ماتش؟ في النهاية اداء الزمالك امام البنك الاهلي سيء وممل جدا، ويتحمله المدرب واللعيبة. وانا بشوف ان تجربة بيسيرو مع الزمالك هي تجربة روي فيتوريا مع المنتخب المصري. بس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الناس تقول رأيها في الكومنتات وتعمل فولو واشتراك على القناة، وان شاء الله اللي جاي احسن. شكرا يا حبايبي.